ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسولة بيزنس. النهاردة حابب أتكلم في موضوع مهم جدا، والحقيقة اللي دعاني نتكلم على هذا الموضوع هو آه، الفهم الجيد للأمور بيضع الإنسان محل أن يرتكز عند نقطة يكون واعي في الحياة وفي الدنيا في تعاملاته. ومن أجمل أن نبدأ كلامنا النهاردة إن إحنا نقول كده يعني في الكلام إن إحنا داخلين على أوقات لازم ننظر فيها كل واحد فينا عمله الصالح في الدنيا فيما أفنى وفيما فعل، لأن ده هو الأساس والخطاب الحقيقي. ولقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريقا منهم وهم معرضون. سورة آل عمران. فالخطاب الإلهي جاء برحمة إلهية للناس. حتى في سورة هود قال الله عز وجل: أفلم يستجيبوا لكم فاعلموا إنما أنزل بعلم الله وإن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. سورة الإسراء. الحقيقة والقول الفصل إن أنت في حياتك ماذا تريد؟ ما هي إعدادك للآخرة؟ وماذا سيكون بينك وبين الله في هذا الوقت؟ يعني أنت بقى تخيل هذا المشهد العظيم في يوم الآخر. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وكمان برضو في سورة الكهف قول الله سبحانه وتعالى: شوف الإعراض على الإيمان وعلى الدعوة والقرب من الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا في سورة الإسراء. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أنت ماذا أعددت؟ ماذا فعلت في حياتك للآخرة؟ فين القرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ القرب ده يا جماعة ده مش حاجة انت دلوقتي بنقول لك عليها ان انت روح اعمل ده عشان ثانيا لا، ده الاساس، الواجب الاساسي، العقيدة الثابتة، ان انت هتسأل على عملك الصالح، عن صلاتك، عمرك فيما افنيت، فعلك ماذا فعلت بين الناس. في واحد يعمل نميمة، واحد يعمل حاجات حرام، واحد يعمل عادات سيئة. طب انت فين؟ ولما تروح لربنا هتقول له ايه؟ ما هو ده السؤال. فمن كان على ضلالة فالله سبحانه وتعالى امر رسوله ان امر الله سبحانه وتعالى بأن يبلغ رسوله للناس الهدى والدين والدعوة، وقال لك: ويتدبروا آيات الله وما فيها من عبر وتعاليم. فين بقى علاقتك برضو مع القرآن؟ ما إن إحنا نظرنا للصلاة فالصلاة والقرآن تكميلا. فهم قولين أنا بقولهم دايما لأي حد، القاعدة الأساسية اللي أنت دي التكليف الإلهي اللي ربنا بعتهولك. وهقول لك بس آية بسيطة جدا وهكمل. في تلك الهداية لطريق الخير والحق والصلاح كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته
ويتذكر أولو الألباب. كتابك، قرآنك، هذا التدبير الإله الرباني سبحانه وتعالى. إن رسالة الإسلام جاءت ناصحة فيجب أن ينظر الإنسان ماذا سيفعل وماذا سيقول. إن يوم الآخرة أنت ستسأل عن حياتك. ومن أراد الدنيا والله عليك بالقرآن والسنة، ومن أراد الآخرة عليه بالقرآن والسنة. طب ومن أرادهما معا، القرآن والسنة، وإنك تدعو غيرك للصلاة وقيام الليل والقرآن والدين الإسلامي وتعاليمه. فما فيش حاجة أسمى من الدعوة الإسلامية. على فكرة النصيحتين دولت جوهر الحياة، يعني الصلاة والسنة والقرآن الكريم. ومن أراد أن يفتح الله بابا من النور بداخله، والله عليك بقراية القرآن. وردك ده هو اللي هيفتح لك أبواب الدنيا ومغاليق الأمور. ولعل أنا النهاردة أنا مش بتكلم على أساس دعوة، أو مش بخش معاك في جداليات أو أخش أتكلم معاك، لا، ده هي دعوة خالصة لله سبحانه وتعالى. ليه؟ رسالة الإسلام التي بعث الله بها سبحانه وتعالى رسوله محمد في كتابه الكريم جاءت ليهدي الناس كافة، كل على شاكلته، كل على حتى عبادته. وكانت فيها سبيل الخير والفلاح للناس عشان يخرجهم من ظلمات عبادة الأصنام للنور، ويحررهم من استعباد الأفكار الخطأ، ومن استعباد العبودية، ومن استعباد الأصنام. واحد بيعبد الأصنام، انت عايز ايه تاني؟ فلذلك الأمر احتراما لعقول الناس، فالخطاب الإلهي جاء من الله سبحانه وتعالى ليحرر الفكر من الاستسلام للأمم السابقة من عبادة أصنام، ويقول لك أنا بعبد إيلات والعزة والكلام اللي ما ينفعش ده. وأيضا بإطلاق حرية العقيدة. كم من حروب كانت بتحدث ويقول لك ده كان دينته كذا، وده كان ده، فقال لك لا ماليش دعوة بيه، مش هنخش ندخل حرب ولقيت واحد فينا تاني همسكه موته، لا. فكانت هناك حرية